السلام عليكم. اليوم جينا نشوفوا واحد المنتوج اللي صراحة ماشينا ولا ماكينة اللي رائعة بالنسبة للناس اللي باغيين يخدموا في في قطاع الروائح. فهاد الماكينة هادي كتقوم هي اللي كتقوم بأنها تزير وتسد ديك الفوقاني ديال القرعة. يعني ملي كتبغي تشرش في هذيك البارتيه الفوقانيه، فهاد الماكينه كتقوم بالعمل ديال السدان كما تنشوفوا في الفيديو. يعني كتعمر القرعه ديالك وتجيبها هنايا وتشوف العبار اللي بغيتي وتتحطها، واوتوماتيك مع تتهبط مع صافي تتسد لك القرعه ديالك، وكيكون عندك المنتوج واجد باش تبدا. فهذه صراحه منتوج اللي جميل. كما تشوف يعني فيها بزاف ديال المولات على حساب الديزاين اللي عندك. فكتقوم هي بالسدان ديال القرعه. يعني منتوج رهيب، منتوج زوين الناس اللي باغيين يبداو في الريحه. فكما تشوفوا يعني الفيديو كيوضح كل شيء. هذا هو المنتوج، يعني على حساب الباطل ديالكم ولا القرعه ديالكم، فكاين مول مناسب ليه واللي كيخلي انه يسدها تلقائيا ونهائيا. فهذه هي كتشوف لي ديتاي ديال المنتوج. يعني آلة رائعة وتقدروا تبداو بها في الإطار الصناعي. فالثمن ما بين 193 درهم و 2341. يعني على حساب انا تنظن غادي يكونوا بزاف ديال الاختلافات، ولكن هاد 193 يعني تيكون غير ثمن الجد، بحال نقولوا كيبدا ب 2341 كما تنشوفوا هنايا. ف 2341 ثمن مناسب باش انك تبدا البيزنس ديالك. يعني كتولي كتعمر الريحه ديالك، وتيبقى اصعب حاجه اللي هو السيلين او انك تسد القرعه. فهاد الماكينه هذه كتقوم باللازم وكتخلي ان يكون عندك منتوج واجد في ثواني. ما عليك الا انك يكون عندك الريحه ديالك معمره في القراعي. فهاد الماكينه هذه الوزن ديالها 9.6 كيلوغرام. يعني تعطيك الفيديو على حساب كيفاش تخدمها وكيفاش ديمونطيها وكيفاش تقادها. السيلين ديامتر، هذا هو الديامتر ديال السيلين، يعني الديامتر ديال السدان. تقدر تدرب بها ما بين 10 حتى ل 35 قرعه في الدقيقه. يعني في نهار تقدر دير الاف ديال القراعي. بالنسبه للارسال فهو 250 على 210 على 450، وكيعطيوك عام ديال الكارانتي. يعني منتوج مزيان، منتوج رائع لاي شخص باغي يبدا. دابا انا هذيك كيعمر كمثال. دابا هذا هو الخط ديال الانتاج، فانك هذه كتعمر القرعه ومن بعد تجيبها وتتسد هنايا القرعه ديالك وها انت ساليتي. ولا كان عندك شي ديامتر اخر ف تتبدل فقط المول. يعني هذا هو خط الانتاج ديال الريحه. كدير الليكيد ديالك تتحطو هنايا، تتعمر القرعه ديالك وتسدها وتتسيليها بهاد الماكينه هادي. وعلى حسب المول، على حساب المول، على حساب الديامتر ديال الريحه. هو تيوريك كيفاش تستخدمها. يعني صراحه ماكينه رائعه ومناسبه للناس اللي كيخدموا القراعي ولا اللي تيخدموا ماشي غير ريحه، ولكن اي ليكيد كمثال. يقدر يكون شامبوان، يقدر يكون باند بوش، يقدر يكون بزاف ديال الحوايج اللي كتخدموا في هذا الشكل ديال القراعي. فانت تشوف يعني منتوج مفصل. وعندك هنايا هادو هما المولات الرشاشات، يعني الشكل الرشاشات. وهذا هو الديامتر 18 20 15 13، يعني على حساب الديامتر على حساب الرشاش. وهادو الديتاي ديال المنتوج. فالسيستم يعني ادجستبل، يعني تقدر تصغر وتكبر. بوزيشن حتى هي تقدر هاد البوزيشن هادي كتقدر تكبرها وتصغرها على حساب الحجم ديال القرعه. و تو يوزج ان وان ماشين، يعني جوج استعمالات في ماشينه وحده. يعني تربحك الوقت، تربحك الفلوس، وتربحك المجهود، وتخليك انك تبدا المشروع ديالك يعني باسهل طريقه وباحسن منتوج. وكي ديما راه تقدروا تكونتاكتيو الشركه وهما تيقولوا لكم، تيعطيوكم معلومات الا بغيتوا اي معلومات ولا بغيتوا تعرفوا اشياء اخرى عليها. فالشركه بايعه اكثر من 290 مليون، وتنظن بانه منتوج مناسب لاصحاب المنتوجات ديال الريحه، خصوصا المتاجر التقليديه اللي تيبيعوا الريحه ب 30 و 40 درهم. فكنظن يستعملوا هذه ولا ما كانوش يستعملوها، فهذه هي المنتوج المناسب باش يطوروا من الانتاجيه ويزيدوا من الانتاجيه ديالهم. هذا هو المنتوج ديال اليوم، وان شاء الله نعاودوا نتلاقاو في منتوج اخر بحول الله. تهلاو ليا في راسكم.